السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في كود فيرس أكاديمي. النهاردة المحاضرة الرابعة في السي اس اس، واللي هنكمل فيها رحلتنا في احتراف تصميم مواقع الإنترنت وتنسيقها باستخدام لغة السي اس اس. قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والسكرايب والفولو عشان يوصلنا كل جديد في قناة كود فيرس أكاديمي. هنكمل في السلكتورز واللي هي المحددات وازاي بنعمل بيها تنسيقاتنا في السي اس اس. فانا في ال HTML عملت div. الديف ده واخد كلاس second div جواه h1 head وhead، واليو ال اللي عندي واخده اتنين كلاس فيميل وكلاس ميل. وهنبدأ نستخدم السلكتورز بتاعتنا في ان احنا ننسق الديف واليو ال ده. فاحنا قلنا الكلاس بيعمل دوت، وبعد الدوت بنقول اسم الكلاس، فهنقول second div. انا هنا بنادي على الكلاس ده، وهاجي اقول له ان الكالر ريد. فتلقائيا هنلاقي ان كل الكلمات اللي عندي تم تنسيقها بالكالر ريد، لان انا نسقت الكلاس نفسه. طب انا عايز انسق الكلاس ديف والكلاس هيد، فلو جينا عملنا دوت سكند ديف مسافه دوت هيد، جيت قلت له الكالر جرين، هنلاحظ ان اللي واخدين تنسيق الهيد، او سوري، واخدين تنسيق كلاس هيد اللي هو في الاتش تي ام ال بتاعي. الهيد واخد الجافا سكريبت والبوت ستراب واخدين اللون الاخضر، لان انا في الحاله الاولانيه اديت على الكلاس الكبير اللي هو الديف اللي شايل كل الاتشات جواه. في المره الثانيه انا ناديت على الكلاس ديف اللي هو سكند ديف، وناديت على الهيد اللي هو الكلاس اللي جوه الهيد. فانا هنا نسقت الحته اللي جوه دي بس. تمام كده؟ طيب، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو جيت في اليو ال وعملت ال اي بكلاس واديته نفس تنسيق كلاس الهيد، وكتبت هنا اي كلام وليكن كود فيرس كده، كلمة كود فيرس هنا طالعة باللون الاسود على الرغم ان انا مديها كلاس الهيد. طب هي ليه ما خدتش اللون الاخضر؟ لان انا لما جيت عملت السلكتور بتاعي قلت له انا عايز السلكتور اللي اسمه سكند ديف، من جواه انا عايز سلكتور الهيد. يعني انا حددت الهيد اللي جوه السكند ديف، فالهيد اللي جوه اليو ال ما اشتغلتش معايا لانها مش جوه الكلاس سكند ديف. طيب نعملها مره كمان مع اليو ال. هاجي اقول له انا عايز اليو ال، وهنا انا بنادي على اليو ال لان انا مش مديها كلاس. دوت فيميل، وهندي مثلا كولر براون مثلا. هنلاحظ ان كلاس الفيميل عندي اللي جوه اليو ال اتلون باللون البني، هو بس اللي اتلون باللون البني، في حين ان ال اي اللي واخده كلاس هيد ما اتلونتش، وعندي ال اي اللي واخده كلاس الميل برضو ما اتلونتش. طب انا هنا ناديت على اليو ال على طول ليه؟ لان انا هنا لما ناديت على اليو ال ما فيهاش كلاس، فناديت عليها بالعنصر بتاعها نفسه على طول. في حين ان الديف اللي فوق انا ناديت عليه بالكلاس واديته لون فراح منسق كله. لما اديت الكلاس وقلت له هات الكلاس اللي جواه اللي هو الهيد راح ملون باللون الاخضر. في اليو ال في الفيميل لون باللون البني للحته بتاعت الفيميل بس. طب لو انا عملنا يو ال دوت هيد كوما دوت ميل، جيت هنا قلت له انا عايز الون الكلر بلو، هنلاحظ في الحاله دي ان كلاس الهيد وكلاس الميل الاثنين اللي موجودين في اليو ال اتلونوا باللون الازرق.
في حين ان الهيد اللي موجود في كلاس السكند ديف لسه باللون الاخضر، لان انا لما ناديت على اليو ال، جوه اليو ال انا عايز الدوت هيد. هنا لما ناديت على كلاس الدوت سكند ديف ناديت جواه على الدوت هيد، الكلاس اللي اسمه دوت هيد. ده كده نوع من انواع السلكتورز اللي ممكن نستخدمها في السي اس اس. اشوفكم في المحاضره الخامسه ان شاء الله مع سلكتورز جديده. ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله.